في يوم من الايام قررت اتحدى نفسي واعوم في البحر الاحمر. هتقولي انت بتعرف تعوم يا حجاز؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. المهم لبست لايف جاكيت وقرات القران كله ونزلت. يا دوب نزلت دقيقتين بس ولقيت عم ابراهيم صاحب اليخت بينده عليا. احمد هتغرق يا احمد. انا حاسس انه بيكلمني وشايفه وهو بيشاور لي ولكن مش سامعه كويس. عملت نفسي مش واخد بالي وخدت لي كام صوره تحت وطلعت. اول ما شافني جرى عليا وقال لي انت كويس؟ في ايه يا عم ابراهيم؟ قال لي انت ما تعرفش ان كل ما تعوم لتحت اكتر كل ما ضغط الميه هيزيد عليك وبالتالي مش هتقدر تسمع حاجه، ولو جرالك اي حاجه محدش فينا هيقدر يلحقك. حبيبي يا عم ابراهيم. معلومه زي دي فكرتني بواحده من اهم قوانين ميكانيكا المواقع، هو مبدا باسكال. باسكال كان بيقول لك لو عندك حوض كبير فيه ميه وقسمت الحوض ده لجزئين متصلين ببعض وضغطت على جزء منهم بقوه معينه، فقوه الضغط دي هتتنقل للجزء الثاني بدون فقدان اي قوه. كل ما ضغطت على المائع او السائل ده في مساحه صغيره بقوه كبيره كل ما كانت قوه تاثير الضغط على الجزء الثاني اعلى. عشان كده في حالتنا دي الضغط بيساوي القوه على المساحه. المبدا ده اتبنى عليه حاجات مهمه جدا وبنستخدمها تقريبا في حياتنا اليوميه، زي معجون السنان وزي كرسي الاسنان، فرامل العربيه وحاجات تانية